أهلا بكم معنا في استكشاف جديد. اليوم قصتنا قصة مأساوية ومعقدة شوي، مستوحاة من محتوى يوتيوبي بيحكي عن قضية جنائية صارت في كلميم بالمغرب سنة 2008. فيها تفاصيل إنسانية واجتماعية كتيرة ومؤثرة. بالفعل، قصة بتبدأ بانتقال عائلة وبحثها عن بداية جديدة، لكن الأمور بتاخذ منحى ثاني خالص، صراع بين جيران وينتهي بجريمة قتل وظروف غامضة بالبداية. تمام، ومهمتنا هون هي إن نفكك خيوط هالقصة مثل ما وردت بالمصدر، نحاول نفهم كيف الأحداث تسلسلت وشو هي النقاط الأساسية فيها. خلينا نبدأ من الأول. كيف بدأت القصة؟ القصة بتبلش مع أرملة قررت تنتقل من الرشيدية لكاليميم. كان معها ابنها شاب عمره يمكن 18-20 سنة، وبنتها المراهقة 13 أو 14 سنة. بعد وفاة زوجها. صحيح. كانت تبحث عن بداية جديدة؟ بالضبط. استثمرت اللي معها بشقة بالطابق الأرضي، ومعها محل تجاري صغير، كراج. كانت ناوية تفتح مقهى صغير، مصدر رزق بسيط لأسرتها. بداية فيها أمل، بس الظاهر الهدوء ما استمر. للأسف لا. بعد فترة مو طويلة سكن فوقها جار جديد، رجل أمن متقاعد هو وعيلته. المصدر بيقول إنه كان عندهم ابن شاب عمره بحدود 25 أو 26 سنة، وكان يعاني من مرض نفسي ويتلقى علاج. وهون بلشت المشاكل. نعم، من هون. الخلاف الرئيسي بحسب المصدر كان على المحل التجاري اللي تحت. الإزعاج، يمكن ضجة أو حركة. غالبا هيك. الجار الجديد وعيلته اشتكوا من الإزعاج اللي بيسببه المحل. التوتر بين العيلتين زاد بسرعة. والمصدر ذكر إنه الابن الشاب المريض نفسياً صار يتدخل بالخلافات هاي؟ صحيح. الظاهر إنه كان ينزل أحياناً يحاول يشتبك مع الأرملة أو ابنها. الوضع صار مشحون جداً، يومياً تقريباً. تحول لخلاف جيرة عادي لشيء أكبر، عداء مستمر. طيب، وهون منوصل ليوم الجريمة. صباح عادي فجأة بيقلب لكابوس. شو اللي صار؟ بيوم من الأيام الصبح بكير، حوالي 7:30 الصبح، عاملين بيشتغلوا بفرن تابع لحمام تقليدي قريب، اكتشفوا جثة شاب مرمية جنب مكان شغلهم بين أكوام الحطب. يا الله، والجثة كان عليها آثار عنف؟ نعم، كانت الصدمة كبيرة. الشاب كان مضروب ضربة قوية قاتلة على راسه، وكان في علامات ضرب وكدمات تانية على جسمه. والمصدر أكد على نقطة مهمة، إنه الدم كان لسه طازج؟ بالضبط. هاي كانت إشارة قوية للشرطة اللي وصلت بسرعة إنه الجريمة صارت يادوب قبل اكتشاف الجثة بدقائق أو ساعة بالكثير. الغريب إنه الحارس الليلي للمنطقة اللي خلص شغله تقريباً الساعة 6 الصبح قال إنه ما شاف أو سمع أي شيء غريب. والجثة ما حدا عرفها بالبداية، مجهولة الهوية؟ أبداً، ما حدا تعرف عليها، وما كان معه أي أوراق تثبت هو مين. شاب عادي لابس لبس عادي وصندل بلاستيك. التحقيق بدأ من الصفر تقريباً. بس صار تطور كسر هالحلقة المفرغة، صح؟ تماماً. حوالي الساعة 10:30 أو 11 الصبح بيوصل رجل الأمن المتقاعد وزوجته على مركز الشرطة، جايين يبلغوا عن اختفاء ابنهم. قالوا إنهم صحيوا ما لقوه، وهذا شيء مو عادي لأنه ما كان يطلع كتير. الأوصاف والصورة طابقت الجثة؟ 100%. الأوصاف اللي أعطوها والصورة كانت مطابقة تماماً للشاب المجهول اللي لقوه مقتول. معقول. وبنفس الوقت تقريباً صار شي تاني زاد الصورة تعقيد. فعلاً، بنفس الوقت تقريباً الأرملة صاحبة المقهى اجت كمان على الشرطة ومعها بنتها المراهقة. بلغت أنه بنتها وهي رايحة على المدرسة حوالي 7:30 الصبح، نفس توقيت اكتشاف الجثة، لاحقها ابن الجيران الشاب اللي توفى، والأخطر أنه كان حامل سكين بإيده. والبنت أكدت هالكلام؟ نعم، البنت كانت مرعوبة بس حكت للشرطة كيف لحقها بالسكين، وكيف هربت وهي بتصرخ تستنجد بعمال الحمام القريب. والنقطة الحاسمة إنها قالت إنه هدول العاملين هن اللي تدخلوا لينقذوها، شافتهم عم يتصارعوا معه قبل ما تهرب هي على المدرسة. إذن هون كل الشكوك راحت باتجاه عمال الحمام. أكيد، هم اللي بلغوا عن الجثة، والبنت ذكرتهم بالاسم كمنقذين وكمتصارعين مع الشاب. وكيف كانت ردة فعلهم بالأول؟ أنكروا؟ بالبداية أنكروا تماماً، قالوا ما بنعرف شي ولقينا الجثة بالصدفة. بس لما الشرطة واجهتهم بشهادة البنت والأدلة الظرفية انهاروا واعترفوا بكل شيء. وشو كانت الحقيقة حسب اعترافاتهم؟ قالوا إنهم سمعوا صراخ البنت واستنجادها، طلعوا يشوفوا شو فيه.
لقوا الشاب لحقها بالسكين فتدخلوا فوراً ليحموها. الشاب قاومهم بعنف وحاول يضربهم بالسكين. يعني دفاع عن النفس وعن البنت. هيك قالوا. وبخضهم هالعراك والفوضى، واحد منهم مسك عصاية خشب كانت مرمية وضرب الشاب فيها على راسه. هاي كانت الضربة القاتلة. والعامل الثاني كمان ضربه بأماكن تانية بجسمه خلال محاولة السيطرة عليه. طيب إذا كان دفاع عن النفس وعن البنت، ليش ما بلغوا بالحقيقة فوراً؟ ليش خافوا؟ هاي هي النقطة المأساوية الثانية. لما أدركوا إنه الشاب مات بين إيديهم أصابهم خوف شديد وارتباك، ما عرفوا شو يعملوا. فبدل ما يبلغوا الشرطة باللي صار بالضبط، شالوا الجثة كم متر اللي جوا بين الحطب، يعني ليخفوها شوي، وبعدين اتصلوا بالشرطة وقالوا إنهم لقوها بالصدفة. وهذا القرار، قرار التستر وإخفاء الحقيقة، كان له تأثير سلبي كبير عليهم بالمحكمة على ما يبدو؟ هذا اللي بيلمح له المصدر بقوة. مع إنه شهادة البنت دعمت روايتهم عن الدفاع عن النفس، المحكمة حكمت عليهم ب20 سنة سجن لكل واحد. المصدر بيشير إنه يمكن فعل إخفاء الجثة ومحاولة تضليل التحقيق بالبداية هو اللي شدد العقوبة لهالدرجة، كأنه طغى على عنصر الدفاع المشروع. قصة محزنة فعلاً، وبتخلي الواحد يفكر. الخوف والارتباك ممكن يخلوا الواحد يعمل أشياء تزيد وضعه سوء. تماماً. بتوضح القصة المنطقة الرمادية الصعبة بين اللي ممكن نعتبره دفاع مشروع عن النفس أو عن الغير، وبين العواقب القانونية لأفعال بتيجي بعد الحادثة مباشرة. يعني كيف بيوازن القانون والمجتمع كمان بين الفعل الأصلي ورد الفعل اللي تلاه، خصوصاً لو كان بدافع الخوف. فعلاً نقطة عميقة. ولأي درجة ممكن تصرفاتنا بلحظات الهلع والخوف بعد حدث كبير تغير نظرة العدالة للحدث الأصلي نفسه؟ سؤال نتركه مفتوح للتأمل. شكراً لمتابعتكم معنا هذا الاستكشاف. أهلاً بكم. اليوم رح نحكي عن مصادر بتكشف تفاصيل قضية غريبة شوي ومقلقة صارت بالقنيطرة بالمغرب سنة 2010. سلسلة جرائم يعني هزت المدينة بوقتها. صحيح. والموضوع أخذ بعد خاص لأنه كل الضحايا كانوا معلمات، وهالشي طبعاً سبب حالة ذعر كبيرة، خصوصاً بين المعلمات والنساء بقطاع التعليم بشكل عام. طيب خلينا ندخل بتفاصيل الأحداث لنفهم أكثر. القصة بلشت بالقنيطرة والمناطق اللي جنبها. الضحية الأولى كانت معلمة، عمرها يمكن 25 سنة. لقوها مقتولة بشقتها، عدة طعنات. هالحكي بعد يومين من اختفائها. ورفقاتها يعني شهود العيان حكوا إنه آخر مرة شافوها كانت عم تحكي مع وحدة غريبة، امرأة كانت عم تطلب منها مساعدة أو يمكن مكان تبات فيه. والنقطة المهمة هون واللي زادت الموضوع غرابة إنه دافع السرقة ما كان وارد أبداً. أبداً؟ لا، لقوا مبلغ مالي يعني مش قليل، حوالي 16,000 درهم بشقة الضحية الأولى. فهالشي فوراً وجه التحقيقات يعني لفرضية إنه القتل هو الهدف الأساسي، مو سرقة وخلص. وما وقف الموضوع هون للأسف، صار في جريمتين تانيين بنفس الطريقة تماماً. يا لطيف. واستهدفوا كمان معلمات، واحدة منهم عمرها 28 سنة. فهالتشابه يعني كان مخيف وأكد إنه في نمط مقصود، وزاد الضغط أكيد على الأمن بالقنيطرة ليكشفوا مين الفاعل. تماماً. والأوصاف اللي كانت عند الشرطة للمشتبه فيها إنها امرأة قصيرة لابسة جلباب غامق، هي كانت الخيط الوحيد تقريباً. بس هاي أوصاف عامة كثير يعني. بالضبط، ما كانت كافية أبداً للأسف ليميزوها بين آلاف النساء. بس تكرار استهداف المعلمات بنفس الأسلوب يعني أوحى إنه القاتلة غالباً امرأة، وعم تستغل يمكن ثقة الضحايا أو طبيعة عملهم لتستدرجهم. ومع تكرار الجرائم هيك وزيادة الخوف عند الناس، كان لازم الشرطة يعني تتحرك بطريقة غير عادية. وهون توصلوا لخطة ذكية كتير، فخ بمعنى الكلمة، ليستدرجوا القاتل المحتملة. شو هي الخطة؟ الفكرة كانت يزرعوا شرطيات متخفيات يشتغلوا كمعلمات بالمدارس اللي ممكن تكون هدف جديد. طبعاً عملية خطرة، بس كانت أملهم الوحيد تقريباً. على هالحال لحد ما صار الاختراق المنتظر. امرأة بتنطبق عليها نفس الأوصاف قربت من واحدة من الشرطيات المتخفيات برا المدرسة وكررت نفس السيناريو؟ تماماً. حكت لها إنه زوجها طردها من البيت ومحتاجة مكان تبات فيه الليلة. أكيد الشرطية بالتنسيق مع فريقها طبعاً وافقت تساعدها. طبعاً هي كانت جزء من كمين أمني كامل، فما أخذتها على بيتها الحقيقي، لا،
أخذتها على شقة مراقبة ومجهزة خصيصاً لهاللحظة. طيب وشو صار بالشقة؟ اللحظة الحاسمة. جوا الشقة المشتبه فيها دخلت على غرفة النوم وبحجة إنها بدها تجيب غرض، بس هي كانت عم تستعد لتهجم على الشرطية بسكين كانت مخبيته معها. بس طبعاً فريق التدخل كان جاهز فقدروا يسيطروا عليها ويقبضوا عليها وهي متلبسة. بس الموضوع ما خلص هون، صار في تطور تاني بنفس الوقت تقريباً. صحيح. فريق المراقبة اللي برا لاحظ سيارة سوداء عم تسرع ووقفت فجأة قدام البناية. ونزل منها حدا؟ نزل منها شاب عمره يمكن بحدود 32 سنة، كان شكله متوتر كتير وراح دغري باتجاه الشقة. فالشرطة المنتشرة بالمكان وقفته وقبضت عليه كمان. يعني قبضوا على المرأة والرجل سوا، وهون بلشت الصورة توضح أكثر. بالضبط. التحقيق معهم هو اللي كشف الحقيقة اللي ما كانت متوقعة أبداً. شو كانت الحقيقة؟ المفاجأة كانت باعترافات المرأة، هي ما كانت العقل المدبر أبداً. لا، كانت مجرد أداة. اعترفت إنه الشاب اللي انقبض عليه معها هو اللي دفع لها مبلغ 5000 درهم عن كل معلمة بتقتلها. يا إلهي، 5000 درهم مقابل القتل؟ طيب ليش؟ شو دافع الشاب؟ وهون بنوصل للدافع الحقيقي اللي هو أبعد بكتير من مجرد القتل العشوائي. الدافع طلع شخصي جدا عند الشاب. شخصي كيف يعني؟ كراهية شديدة للمعلمات بسبب تجربة مر فيها زمان. معلمة رفضت تتزوجه وفضلت عليه شخص تاني. معقول؟ يعني كل هالجرائم بسبب رفض؟ للأسف نعم. تجربة الرفض هاي تحولت عنده لدافع انتقام منظم ومرعب، واستغل حاجة المرأة هاي يمكن مادياً أو نفسياً لينفذ جرائمه. المصادر بتقول إنه كان عنده إمكانيات كبيرة ساعدته بهالشي. يعني القصة معقدة كتير. اللي بنفهمه من هالقضية إنه ورا هاي الجرائم البشعة ما كانتش قاتلة متسلسلة بالمعنى العادي. تماماً. كانت قصة انتقام شخصي، كراهية عميقة، والمرأة كانت مجرد أداة استخدمت لتنفيذ مخطط شخص تاني. بالضبط. وهالشي بيتركنا مع سؤال مهم نفكر فيه. لأي مدى ممكن توصل عواقب التجارب العاطفية الصعبة مثل الرفض؟ وكيف ممكن قضايا مثل هاي تكشف لنا تعقيدات النفس البشرية والدوافع المظلمة والخفية اللي ممكن تدفع أي شخص لأفعال بتتجاوز كل تصور؟